السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي بعد غياب طويل. شحال هذه ما صورت معكم. اليوم جيت نشارك معكم الشباكيه بما انه رمضان على الابواب، ما باقي لي غير 3 ايام ان شاء الله. واخا تعطلت باش وجدت الشباكيه، ولكن هانا كنوجدها معكم. نتمنى تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخر، وتدخلوا لي لايك ديالكم وتخلوا لي تعليق ديالكم باش تشجعوني نحط فيديوهات، حيت شحال هذه ما حطيت فيديوهات. تبعوني حتى الاخر وخلوا لي اللايكات ديالكم. اول حاجه غنشارك معكم المكونات ديال هذه الشباكيه. انا سبقت لي شاركت معكم الشباكيه، ولكن قلت نشارك معكم الطريقه الاخرى ديالي. المهم غادي نحتاج كيلو ديال الدقيق، كيلو و100 غرام، كيلو و100 غرام. غنحتاج كاس مع مرش ديال الزيت، غنحتاج كاس مع مرش ديال الزبده، غنحتاج كاس ديال الخل، كاس ديال الماء الزهر، كاس مع مرش ديال الماء الزهر. غنحتاج كاس صغير ديال الخل، وغنحتاج معلقه ديال حبة حلوه، معلقه ديال النافع، معلقه ونص ديال القرفه. غنحتاج خماره حمراء، ونحتاج ملون اصفر. ولا عندكم زعفران حر استعملوه، انا ما عندي غنستعمل ملون اصفر. مسكه الحره، نص كوزه محكوكه، والراس ديال المعلقه ديال الخميره ديال الدار. غنحتاج هنا كاس مع مرش ديال الجنجلان وكاس مع مرش ديال اللوز. خلطهم في هاد الزلافه باش نعرف في قياس. انا كندير نص نص في الزلافه باش تكون زلافه عامره. المهم كاس مع مرش ديال اللوز وكاس مع مرش ديال الجنجلان محمر. اللوز مطحون محمر بقشورو مطحون. ما كترش اللوز حيت كتجي قاصحه الا كترتي اللوز. المهم غادي نبداو، غادي نخلط المكونات وهانتوما معايا. نحتاج اول حاجه غادي ندير الزيت، ندير الزبده، غندير الجنجلان واللوز. كما كتشوفوا اللوز كيفاش طحنته، درتو بحال العجينه بحال هكا، وحتى الجنجلان. نحتاج حبه حلاوه والنافع والقرفه. مكونات كامل نخلطهم. نحتاج الخميره، نحتاج الكوزه ومسكه حره حتى هي. مسكه حره دقيتها مع السكر. ونحتاج خماره من 8 غرام. نخلط المكونات كامل. هاد المكونات نخلطهم مع الدقيق. نحتاج شويه الملون اصفر، واخا ماشي صحي، ولكن كما قلت لكم ما عنديش زعفران حر، كنستعمل ملون اصفر يعطي اللون الشباكيه. كنرملها بحال هكا. خلطت كلشي المكونات باش ندخلهم وسط الدقيق. بهذه الطريقه. ومن بعد نزيد ماء الزهر والخل، وكنجمعها بماء دافي. العجينه كتكون قاصحه، كتكونش رطبه باش تجي الشباكيه هشيشه. انا ما كنستعملش فيها البيض. اللي بغات تستعمل البيض كتستعمل غير صفار بيضاء بهذه الطريقه. بعد كنزيد هذا الخل، هذا ماء الزهر، ومن بعد الخل. ونحاول نجمع العجينه بحال هكا. العجينه الا ما تجمعات ليا كنجمعها بماء دافي. بعد ما جمعت العجينه بحال هاد الطريقه كندلكها مزيان. العجينه كما كتشوفوا راه كتجي قاصحه.
غادي نقسمها على كويرات اللي غنسرحهم من بعد، ولكن غنخليها تطلق شويه في الميكا ومن بعد نسرحها. غنتوما من بعد ما درتها بودانات بحال هكا غنديرها بلاستيكه باش تطلق، ومن بعد نبدا فيها الخدمه ونبدا التشباك. نتمنى تكملوا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التشباك. هانتوما البنات من بعد ما ساليت التشباك غادي نمشي نطيبها ونعسلها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، راها بسيطه بمكونات بساط، وحتى الطريقه ديال التشباك بسيطه. لما البنات كنديرو متقلاو كما كتشوفوا كنرميهم بحال هكا، منخليهمش بزاف. بعد ما كيطلعوا بحال هكا كنقلبهم دغيا باش ما يتحرقوا، باش يطيبوا مزيان بهذه الطريقه هكا. نخليهم يطيبوا على راحتهم. الجهه الاخرى يتحمروا مزيان، كيوصل الوقت فاش يطابوا نقلبهم. من بعد ما كيطيبوا كنرميهم في العسل بحال هكا حتى يتشربوا مزيان العسل. عاد نحيدهم نديرهم في كسكاس باش يستقطروا بهذه الطريقه. ومن بعد ندير لهم الجنجله من الفوق، نزينهم بالجنجله.
هانتوما البنات من بعد ما ساليت الشباكيه هي وجدات، زيدتها لكم على هذه الطريقه. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، طريقه راه بسيطه في المتناول. نتمنى تجربوها وما تنسونيش باللايكات ديالكم، اللي ما مشتركش يشترك معايا. وشكرا كاع للبنات اللي سولوا فيا في التعاليق، شكرا. ورمضان كريم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير والوعد باب الريان.